صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. يمكن لما اتكلمنا على القطاع الزراعي وان هو بيتكون من نظام بتاعه بيتكون من 6 حلقات اساسية، كان اخر حلقة فيها هي حلقة المخلفات الزراعية. خلينا نقول ان دي حلقة كبيرة جدا في مصر، ناس كتير عندها مخلفات زراعية ومش عارفة انها تتعامل فيها ازاي. القطاع ده في مصر من القطاع اللي بيطلقوا عليه حاجة اسمها جرين فيلد. يعني ايه جرين فيلد؟ يعني لما بتروح تشتغل في قطاع ما فيهوش ناس كتير او انت اوائل الناس فبيقولوا عليه قطاع اخضر، لسه ما فيهوش ناس كتير. قطاع التعامل مع المخلفات الزراعية في مصر من القطاعات اللي في القطاع الزراعي لسه جرين، ما فيهوش منافسة كتير. هنا بدأت تظهر قصة النجاح للشركة المصرية بتاعتنا. الشركة دي متخصصة في مخلفات الموز، شجر الموز. عندنا في مصر تقريبا كل سنة بنطلع 12 مليون طن مخلفات موز. ايه مشكلة شجرة الموز؟ بمنتهى البساطة، شجرة الموز اللي احنا بنشوفها بالصباطة وبتطرح، بعد ما بتطرح بتموت وتخلف تحتيها شجرة تانية. الشجرة الكبيرة دي بقى هنتعامل فيها ازاي؟ مشكلتها ان 90% منها ميه، هتتصرف فيها ازاي؟ وتقيله جدا. عندنا تمركزات في مصر في زراعه الموز، زي في سوهاج، زي في البحيره، زي في الجيزه، في عندنا اماكن كتيره لتمركز لزراعه الموز. طب هنتعامل فيها ازاي؟ كانوا دايما بيبتدوا ان هم يرموها في الترع، يكوموها، يسيبوها، ما بيعرفوش ان هم يتعاملوا معاها. هنا بدأت تظهر قصة النجاح للشركة بتاعتنا. الشركة بتاعتنا هي شركة أصلا مصرية استرالية، قررت توطن النو هاو الاسترالي في مصر في التعامل مع مخلفات الموز. يعني مش ان هم اشتغلوا في حاجة جديدة، لا، ده كمان اخدوا النو هاو الاسترالي وجابوها كمان حطوها هنا في مصر ووطنوها في مصر. كمان الميزة ان هم عملوا مكنة محدش تعامل بيها قبل كده، واللي هي بتتعامل مع تقطيع شجرة الموز بشكل كامل. طب هم بيعملوا بايه بشجر الموز؟ اقول لك بيعملوا ايه بشجر الموز. شجر الموز ده بيطلعوا منه حاجات كتيرة قوي. بيطلعوا منه خشب مضغوط اللي هو بيقدروا يعملوا منه الخشب اللي هو بيتعامل بيه في صناعة الموبيل. بيطلعوا منه كمان المخلفات دي، بيعملوا منها الورق بتاع كرتون البيض. لما تشتري كرتونة بيض وارد الكرتونة اللي انت شاريها دي تبقى جاية من شجرة موز، فبيعملوها. وبيعملوا كمان الأطباق اللي هي الورق اللي بتستخدم مرة واحدة فقط. ده كمان بيطلعوا من وش الشجرة حاجة اسمها قشرة شجرة الموز. أيوة، إيه مشكلة قشرة شجرة الموز؟ عارف القشرة الخشب دي لما بيحطوها على الجيتار وبيحطوها على العود، بتتحط على الآلات الموسيقية، تمنها غالي. طب تعرف ان وش الشجرة دي، القشرة بتاعت شجرة الموز، بيحطوها في طبلوهات العربيات اللي قدام اللي هي بتبقى الخشب الغالية؟ بيصدروا القشرة بتاعت شجرة الموز لشركة جاكور بتاعت العربيات لأن تمنها غالي. قدروا كمان ان هم يطلعوا من شجرة الموز، لان احنا قلنا ان 90% منها مية، العصرة اللي بتتعصر عشان اطلع الخشب اخدوا طلعوا منها سماد حيوي. يعني في مغذيات تحطها في الارض تعمل لك تغذية. كل ده طلع من شجرة الموز. كل ده طلع من شجرة الموز. تحية للناس اللي بتعمل قيمة مضافة. تحية بقى للناس اللي راحت جنب اكتر من 3000 فدان للموز مزروعين في سوهاج موجودين في مدينة الكوثر. تحية لشركة بيبيرس ايجيبت لأنسجة الموز. تحية لكل اللي بيعمل قيمة مضافة. تحية ليهم وصباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.